بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كانت مباراة النادي المصري البورسعيدي ونادي الزمالك، اللي أدارها طاقم تحكيم بقيادة أمين عمر الحكم الدولي، محمود أبو الرجال الحكم الدولي، يوسف البساطي الحكم الدولي، الحكم الرابع كان هشام القاضي، وكان على الفار حكم محمد الصباحي ومحمود عبد السميع. نشوف هذه المباراة اللي كان فيها اختبارات تحكيمية كبيرة جدا، سواء للحكم أو للحكام المساعدين أو للحكام الفار. مباراة صعبة تحكيميا. خلينا نروح للحالات سريعا عشان ما نضيعش وقت. الدقيقة 10 مطالبة من لاعبي المصري بركلة جزاء. شفنا الحالة، هنلاقي هنا التنافس العادل ما بين لاعب المصري ولاعب الزمالك. هنا مفيش أي إعاقة، مفيش أي مخالفة، هنا التنافس عادل. أمين عمر متواجد في الحدث، قراره باستمرار اللعب كان قرار صحيح. وهنا الفار اللي مفهومه زي مفهوم الحكم أكد على القرار وما استدعاش الحكم. في الدقيقة 11 مطالبة من نادي الزمالك بركلة جزاء نتيجة لمس الكرة بالإيد. هنا بنشوف لاعب المصري الإيد في وضع طبيعي، الإيد مش خارجة عن الجسم، الإيد مش مكبرة حجم الجسم، وبالتالي أمين عمر متواجد في الحدث بيشير باستمرار لعب وكان قراره صحيح، والفار بيأكد على صحة قرار أمين عمر. طيب الدقيقة 68 مطالبة أيضا من لاعب الزمالك بركلة جزاء. هنشوف هنا دخول لاعب الزمالك ولاعب المصري منطقة الجزاء. اللاعب المصري تنافس عادل، مفيش إعاقة، مفيش أي مخالفة، لاعب الزمالك بيسقط لوحده، مفيش أي مخالفة. الحالة المهمة في المباراة إلغاء هدف ناصر منسي، ودي هنقف عندها شوية لأن البعض بيسأل إزاي الهدف ده اتلغى بعد الحكم ما حسب، وكمان الحكم المساعد البساطي أكد على الهدف. ونشوف هنا، بنقول هنا ليه اتلغى الهدف؟ ليه اتلغى الهدف؟ بنشوف هنا ليه اتلغى الهدف وليه الفار استدعى الحكم. حالة مهمة جدا، حالة تعليمية. قلنا طبقا للقانون لا يجوز للاعب أن يسجل هدف في مرمى المنافس ويسبق هذا الهدف مخالفة لمس الكرة بالإيد، سواء الإيد دي كانت في وضع طبيعي أو مش في وضع طبيعي. يعني هي حتى كمان لو في جنبه جت في إيديه في الإيد في الوضع الطبيعي وسجل هدف، طبقا للقانون هنا يتم إلغاء الهدف. وهو ده اللي حصل بالظبط. الصباح النهارده عمل شغله بمفهوم وطبق القانون وسدع الحكم. أمين عمر ما خدش فيها 10 ثواني، رجع لغى الهدف وكان